إن شاء الله النحل يرعى على لاجاسانت، وأنا لا أعرف تسميتها بالعربية. ها هي النحلة داخل الزهرة وتلتقط الرحيق. وهذه الأزهار تعطي رائحة كزهرة الياسمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لإخواني النحالين متابعين هذه القناة. من فضلكم اليوم سأقدم لكم المحلول السكري الذي ينشط كثيرا النحل وينشط الملكة لوضع البيض. بسم الله. هذا أخلطته كيلو سكر مع لتر واحد من الماء، خل التفاح من صنعي أنا، خميرة البيرة، القرفة، إني وزنتها قرفة، وزنتها 3 جرام قرفة في اللتر الواحد، ملعقة من العسل، و1 مليلتر من المحلول العكبر. بسم الله. سوف نبدأ هذا. سوف نخلط العسل، وأنا وضعته في صفاية لأنه غير مصفي. هذا من بقايا العسل الذي جمعته. سوف أحلله داخل المحلول السكري لأنه ساخن، سوف يتحلل. إني أكملت العسل، لقد ذاب داخل المحلول السكري. وسوف أغلي القرفة في قليل من الماء. إني سوف أضع المحلول السكري الذي وضعت فيه العسل داخل هذا، وبعدها أضع قليلا من خميرة البيرة. وها هي الكمية الذي نضعها داخل، لا أقل ولا أكثر. نضعها بالداخل. وأنصح إخواني النحالين أن لا يضعوا خل التفاح عندما يكون الماء ساخن، أي المحلول السكري ساخن. عندما يبرد قليلا ما تضعون ملعقة من خل التفاح داخل هذا المحلول السكري. وإني سوف أخذ 1 مليلتر من محلول العكبر لأضعه داخل هذا المحلول السكري. إني أخذت 3، سوف أنقص 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 أنقص. ها هو 1. سوف أشعل فيه النار حتى تذهب الكحول. ها هي النار قد اشتعلت. بسم الله.
والآن سوف أصفي القرفة على هذه الطريقة لأتحصل إلا على المحلول القرفة. بعدما برد المحلول السكري، عندما أضفنا له 3 جرام من محلول القرفة ونصف ملعقة صغيرة من خميرة البيرة وملعقة أيضا من العسل، والآن سوف أضيف ملعقة من خل التفاح المصنوع بيدي أنا، وإني قلت لا تضع خل التفاح عندما يكون المحلول السكري ساخن. وها هي نتيجة المحلول السكري عندما ننتهي من صنعه. وهذا المحلول السكري إن شاء الله سوف يحفز الملكة على وضع البيض بكثرة. في أوروبا نستعمل هذه الطريقة لتحفيز الملكات ولتشجيع النحل على بني الشمع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني نسيت أن أقول لكم أعطوا كل يومين أو كل 3 أيام 200 مليلتر من هذا المحلول السكري، ولا تعطوا دائما المحلول السكري حتى لا يخزن النحل هذا المحلول. ونشجع النحل ونقول له بإعطاء هذا المحلول السكري إن هناك في الطبيعة رحيق، فلهذا الملكة تبدأ في وضع البيض، ولهذا النحل يبدأ في بناء الشمع. ولا تنسوا بعد غلق خلطه جيدا حتى تختلط المكونات كلها مع بعضها البعض. ولا تنسوا أن تعطوا المحلول السكري على درجة 25 إلى 20 حتى النحل يلتهمه بسرعة.